السلام عليكم ومرحبا بكم شيوة وصفات الخواتري خديجة. اليوم غنقدم لكم هذه الوصفة كيفية عمل العسل بالمنزل اللي جد رائعة وسهلة. العسل التقليدي بمكونات جد بسيطة. دوزوا معايا نشوفوا مقادير الطريقة ان شاء الله. عندنا هنا 2 كيلو من السكر خاشن، سكر سنيدة. عندنا حامضة او ليمونة شرائح، عود تاع القرفة. عندنا هنا كل كيلو كنعملو فيه ساشيه من الليبتون، الشاي الاسود، يعني غنعملو 2 ساشيات وليتر تاع الماء. عندنا هنا كوكوط كنوضعو فيه السكر وكنشعلو عليه النار هاديه وكنبقاو نحركو فيه حتى كيسخن لينا السكر على هذا الشكل. من بعد ما كيسخن لينا السكر كنوضعو فيه الماء، الليتر كله تاع الماء مع التحريك. ومن بعد كنوضع فيه قرفة والشرائح تاع الحامض والساشيات تاع الليبتون، الشاي الاسود. نخليوه يطبخ حوالي ساعة. من بعد مرور حوالي ساعة كيعطينا هذا اللون الذهبي وكيولي فيه الخيط بحال ما هذا الشكل. صافي كنطفيو عليه النار ونخليه يرتاح حتى الغد ليه. ما كنوضعش فيه الماء الازهر، كنوضعه وقت الاستعمال باش ملي كنبدا نسخن العسل كنوضع الماء الازهر، يعني الماء زهر. كنوضع كاس فيه 2 كيلو، في هاد الكميه ديال 2 كيلو كيجي رائع في هذا الشكل هذا وكيجي بلون ذهبي. الا عجبكم الفيديو متنساوش بارطاجيه وتعملوا الاشتراك في القناه تاعي، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.